ازيكم حبايب تيتا سوسو، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، النهارده جايبه لكم وصفه سريعه جدا، كيكه من غير ولا بيض ولا اي مجهود خالص. عندي هنا كام باكو من الاوريو، كسرتهم زي ما انتم شايفين كده. كسريهم على قد ما تقدري. بصي، انا عايزه اقول لك ان انت لما تشوفي الطريقه هتقومي تعمليها حالا، لان هي ما بتاخدش وقت خالص. وعندي هنا شويه لبن، هتدوبي بقى كل الكلام ده في بعضه كده. انتي دقايق وهتلاقي ايه؟ البسكوت طري وداب معاكي. وفي نسكويك او اي كاكاو عندك. نرميه كده. الكيس التاني. وانتي برضو على حسب الكمية اللي هتعمليها، لو تعملي كمية اكبر من دي ممكن تحطي كيس تالت، مفيش مشكلة. بصوا 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 قوامها بقى عامل ازاي. انا بصي كارما مش هتسيبنا. خدي يا كوكي، اولو يلا كليها بقى. اولو قوامها بقى عمل زي الكيكة. هنقلب كل ده مع بعضه كده كويس. هيما شوية دقيق، ما تكتريش في الدقيق، شوية بس كده. ايه، نمسكوا لنا الحاجات دي كلها في بعض. ثاني استني يا كرم. ثاني بعد ما حطينا الدقيق هنحط حبة بيكنج باودر. فانيليا. قطة دي يا عم. وشوية سكر مش كتير. وهندخلها الفرن، ما بتاخدش وقت خالص، يعني حوالي 20 دقيقة. هدخلها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن. بصوا هنا طلعت من الفرن، عايزه اقول لكم 20 دقيقه بالظبط، وقفلت عليها لان هي رقيقه جدا، يعني زي البراونيز كده، نفس الفكره، فعشان ما تتحرقش منك. زي ما انتم شايفين سيحت شويه شوكولاته في الميكرويف ودهنت الوش بتاعها. دي كنا بندوقها دي جدا يا جماعه. عايزه اقول لكم طعمها حلو، ما خدتش وقت خالص ولذيذه جدا. عندك جوز هند ممكن ترشي من فوق، عندك موز ممكن تحطي، عندك شيكي بوم ممكن تحطي.
اي حاجه ممكن تحطيها من فوق الوش لذيذه جدا. جربوها وهستنى رايكم في الكومنتات.